جزيرة تيران. جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصرية. إذا قلنا إن المياه الإقليمية 3 أميال فهي مياه إقليمية مصرية. إذا قلنا إنها 6 أميال فهي مياه إقليمية مصرية. إذا قلنا إنها 12 ميل فهي مياه إقليمية مصرية. والممر اللي بتمر فيه البواخر بيمر على مسافة أقل من ميل من السواحل المصرية في سيناء. وعلى هذا الأساس فنحن لم نسمح في الماضي قبل 56 للسفن الإسرائيلية أنها تستخدم مضيق تيران، ولم نسمح لها أبدا أنها تستخدم خليج العقبة. وكنا بنفتش كل المراكب اللي بتعدي هذا المضيق، وكنا فاتحين نقطة جمرك. المراكب الأمريكاني فتشناها، والمراكب الإنجليزي فتشناها، والمراكب الفرنساوي فتشناها. كل هذا الكلام استمر حتى سنة 56. في سنة 56 حصلت حرب السويس، وصدر أمر يوم 31 أكتوبر بإخلاء سيناء والانسحاب بسيناء لمواجهة العدوان البريطاني الفرنسي. وعلى هذا الأساس سحبنا قواتنا كلها من سيناء، ورجعت قواتنا في الأسبوع الماضي. رجعت. هل إذا عدنا نترك حقنا لا نباشره؟ نترك مياهنا الإقليمية لا نباشر سيادتنا عليها؟ احنا عدنا حقنا سنباشره، مياهنا الإقليمية سنباشر حقوقنا عليها. وأعتقد أن الكلام اللي بيتقال هو العمل العدواني، أن المرور في خليج العقبة في مياهنا الإقليمية يعتبر اختراق لسيادتنا، وهو العمل عدواني موجه لينا سنقاومه بكل قوة. وأعتقد أن الولايات المتحدة إذا تدخلت في سيادتنا سنقاوم هذا التدخل. بالنسبة منذ حرب السويس عام 56 وقوات الأمم المتحدة تؤمن منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل. طلب عبد الناصر من القوات الدولية الرحيل، واتجهت أنظار العالم إلى ميناء صغير على حافة شبه جزيرة سيناء، هو ميناء شرم الشيخ. إغلاق مضيق تيران كان بمثابة إعلان الحرب، لأن هذا المضيق يتحكم بالممر التجاري الوحيد لإسرائيل إلى النصف الشرقي من العالم. أهلا وسهلا، احنا مستعدين للحرب. قواتنا المسلحة خليج العقبة يمثل المياه الإقليمية بتاعتنا المصرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان احنا نسمح للعلم الإسرائيلي أن يمر في خليج العقبة. بيهددوا بالحرب اليهود، بنقول لهم أهلا وسهلا، احنا مستعدين للحرب. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن حق من حقوقنا. هذه المياه هي مياه إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.